عاشور. امام عاشور يا جماعه من ساعه ما راح النادي الاهلي واخلاقه اتغيرت تماما تماما. يقول غير كده يبقى كداب وهجاص. هو عندنا عمل ايه؟ في عندنا حاجتين بس، ضرب وليد سليمان وكان بيشتم في النادي المنافس ورئيسه بس، ما عندش حاجه خالص. اما عندكم ضرب في مول وسهر والجاي يضحك على الجماهير وتيشيرت المنتخب العظيم بيهرب منه، بس المره الثانيه ما هربش منه، المره الثانيه ما هربش منه، المره الثانيه هو فعلا كابتن حسام حسن مش عايزه. ودي حاجه تحسب لكابتن حسام حسن ان هو خد القرار ده. يعني الناس يا جماعه اللي في الميديا عماله تشمت في امام عاشور. امام عاشور طلع تويتر قال لك الحمد لله الحمد لله نعمه الحريه واللهم لا شماته، وقعد يتكلم على دونجا ان دونجا كان بيتكلم عليه وقال له خليك في الملعب بس ومش خليك في الملعب بس. دونجا اتكلم كوره، يعني مش قال له ما تبقاش بتاع شو، خليك بتاع كوره والكلام ده كله. الراجل لو هو محبوس قال لك اللهم لا شماته ونعمه الحريه والكلام ده كله. امام غلطان؟ طبعا غلطان. امام انتوا اللي عاملين فيه كده، طبعا اللي عامل فيه كده هيبطلوا كوره. انما بس انا جت